عمرك دخلت مكان سألت على حاجة ولما قالوا لك السعر قلبك وقع في رجلك؟ طب تخيل ده بيحصل معاك في تجهيز فرحك، تسمع رقم تحس انه نار وتقول الجملة الشهيرة: هو ليه كل حاجة سعرها عالي كده؟ أهلا بيكم في الحلقة الثامنة من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هنتكلم بصراحة عن النقطة اللي بتعمل صدمة في أول اجتماع بين العروسة والمنظم، وهي الأسعار. فهل الأسعار فعلا مبالغ فيها ولا احنا مش شايفين اللي وراها؟ لما تسمعي سعر عقلك بيعمل مقارنة سريعة بين الرقم وبين الشكل اللي في خيالك، لكن اللي بيحصل في الحقيقة إن السعر ده مش بس تمن الورد أو الكراسي أو الإضاءة. السعر هو تمن التجربة كاملة، من أول الفكرة لغاية آخر ثانية قبل ما العميل يخرج وآخر ضيف يخرج. خليني أحكي لك موقف. في مرة كنت قاعد مع عروسة عرضت عليها تصميم فخم جدا. أول ما سمعت السعر وشها اتغير وقالت لي: بس أنا شفت تصميم شبهه على انستجرام وكانوا بيقولوا عليه أوفر بكتير. وريتها الفرق. هناك الورد صناعي وهنا ورد مستورد طبيعي. هناك الإضاءة ثابتة وهنا إضاءة ذكية بتتغير مع اللحظات. هناك فريق صغير وهنا فريق كامل من منسقين ومصورين وفنيين. ساعتها فهمت إن المشكلة مش في السعر، المشكلة إن الناس بتقارن حاجتين مش نفس المستوى. ولما تيجي تسمع أسعار زي كده، خليني أقول لك على المفاتيح الحكمة العادلة اللي بتخليك تحكم على السعر. فهنا مفاتيح الحكم العادل على السعر أو النسخة الموسعة. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنسأل عن الخامات بالتفصيل. الورد الطبيعي المستورد غير المحلي، الكراسي الخشب الفاخر غير البلاستيك المدهون، السجاد المخملي غير القماش العادي. الخامة وحدها ممكن تغير الشكل والإحساس بالكامل. تاني حاجة، اعرفي عدد الأشخاص اللي بيشتغلوا ورا الكواليس. هل في مصمم، في منسق ورد، في فني إضاءة، في عمال تركيب، في مشرف، ولا في 3 أفراد بيعملوا كل حاجة بسرعة وعلى قدهم؟ كل شخص إضافي يعني دقة أكتر وضمان أعلى. تالت حاجة، اسألي عن خطة طوارئ. هل لو حصل أي شيء في الكهرباء هل في مولد كهرباء احتياطي؟ هل في بدائل للجو أو المطر؟ هل في حلول لو حصل تأخير أو مشكلة تقنية؟ المنظم المحترف بيحسب كل سيناريو قبل ما يبدأ. رابع حاجة والأخيرة، إنك لازم تقارن التجربة مش بس الشكل. الضيف بيحس بالتنظيم والخدمة والراحة، وممكن فرح بإمكانيات بسيطة يسيب أثر أقوى من فرح فاخر بس مليان فوضى. الجمال مش في العين بس، الجمال في إحساس اليوم كله. وفي كورس كواليس الفخامة في وحدة كاملة بنسميها افهم السعر قبل ما تحكم عليه. بنوريك ازاي تكشف ايه اللي داخل في السعر وتميز بين القيمة الحقيقية والمظهر الخادع. وفي نهاية الحلقة خليني اقولك، قبل ما تقول غالي اسأل انا بدفع تمن ايه. يمكن تكتشف انك مش بس بتدفع تمن ورد وكوشة، انت بتشتري راحة بالك، امان يومك، وجود فريق بيشتغل من اجلك حتى وانت مش شايفه. انا مختار، ودي كانت الحلقة الثامنة من على مزاج العروسة. استنوني في الحلقة الجاية لما نكشف جملة مشهورة جدا: احنا مش فارق معانا الديكور، احنا يهمنا الاكل والموسيقى. وهتشوفوا معايا ازاي التفاصيل اللي بنهملها هي اللي بتكمل الصورة. شاركوا الحلقة مع أي حد بيجهز فرحه أو أي منظم محتار يشرح لعميله ليه السعر مش بس رقم.